السلام عليكم الدراري، جبت لكم شنو قال لاعب المنتخب السابق والمحلل في قنوات بي ان سبورت اللي هو عبد العزيز بنيج في تصريحات خاصة المصراوي دوا على المغرب وعلى كرواتيا وعلى زياش. كلشي قالوا في هاد لافيديو. وايضا خبر اخر كيخص حكيم زياش، فريق عريق عنده تاريخ لكن كتمنى مشيش ليه، باغي ينتدبوا حسب الصحافة العالمية. نبداو بالتفاصيل. أول حاجة، مجموعة المغرب قوية للغاية، ويجب ألا ننسى أن منتخب كرواتيا احتل وصيف العالم خلال المونديال السابق، ويملك عدة لاعبين أبرزهم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد. وبعيدا عن كرواتيا هنالك بلجيكا أيضا الذي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى مثل كيفن دي بروين وتشيبو كورتوا وغيرهم من النجوم. وفي حال خروج المغرب بالتعادل مع كرواتيا وبلجيكا وتحقيق الانتصار أمام كندا سيعد إنجازا، يعني دواء الكالكولاتريس. وعلى عودة حكيم زياش للمنتخب قال: عودة النجم المغربي زياش مهمة بكل تأكيد، بالرغم من أنه لم يشارك مع فريقه بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه سيعطي قوة هجومية للمنتخب بكل تأكيد. وهنالك العديد من المنتخبات قادرة أيضا على الفوز بكأس العالم، تستلزم وجود استراتيجية محكمة. ورأينا منتخبات كبرى خرج من المونديال في 2018، وأعتقد أن البرازيل والأرجنتين هما المرشحان للقب بكل تأكيد. ولكن نعود للمعطيات أيضا الأداء والتشكيل. وبالنسبة لحكيم زيش الخوت، اليوم خرج خبر من الصحافة التركية بالنادي بشكتاش اللي كيلعب مع سيس باغين المغربي حكيم زياش على سبيل الإعارة بعد المشاكل الأخيرة اللي كيعاني حاليا مع فريق ديالو تشيلسي، بحيث أنه عنده العقد ممتد حتى 2025 في الصيف. يعني تا هو باغي نشادبوه، لكن غالبا إذا تألق زياش غادي تشوفوا أندية كبيرة إن شاء الله وغادي يمشي ليهم. هذا ما كان أخوت، تهلاو في راسكم.